الشك وعدم اليقين، وكل من يرفع رأسه يضرب. وبالتالي آن الأوان لنا كعرب أن ندرك أنه دون قدرتنا على الحديث مع الغرب ومع أمريكا بلغة المصالح ومنظومة المصالح التي لم يفهم سواها، سنبقى نتأثر بأي حدث دون القدرة على التأثير به. المسائل جد واضحة، جد محددة، خطاب علاقات عامة من الطراز الأول، ولكنه لم يأتي بجديد سوى تأكيده أنه ليس رجل سلام، ليس شريك في عملية سلام. القدس لن يتحدث عنها، لاجئين لن يتحدث عنها، المستوطنات لن يتحدث عنها، الحدود لن يتحدث عنها، بل على العكس هو اختار الإملاءات بامتياز على حساب المفاوضات. طيب دكتور، يعني حللت لنا خطابه وقلت إنه ليس برجل سلام، هذا بالنسبة لنتنياهو. ماذا أنتم فاعلون، خصوصا أنه أشار إلى أن الحل بالنسبة للطرف الفلسطيني ليس بالذهاب إلى الأمم المتحدة، وشكر أوباما على وضوح موقفه بهذا الشأن، وإنما بالجلوس على طاولة مفاوضات طبعا بحسب شروطه هو. أريد منك موقفا من الطرف الفلسطيني، الخطوة التالية. الخطوة الأساسية الآن، أنتم تعلمون أنه منذ أن جاء نتنياهو إلى الحكم إلى اليوم لم تجري مفاوضات بيننا وبينه على الإطلاق. طلبت الإدارة الأمريكية في شهر أيلول الماضي من الرئيس أبو مازن أن يذهب إلى واشنطن للقائه، فذهب، وذهبنا إلى شرم الشيخ وذهبنا للقائه في القدس الغربية 15 ساعة. ثبت للرئيس أبو مازن أنه لا يحمل في طياته أي من مقومات السلام، وعندما قرر استئناف النشاطات الاستيطانية ورفض تسلم أوراقنا حول الحدود والقدس واللاجئين والمياه والأمن، قرر الرئيس محمود عباس وقف هذه المفاوضات، وقال له لن أقبل المفاوضات لمجرد المفاوضات. وبالتالي الآن موقفنا، وغدا سيكون اجتماع للقيادة الفلسطينية، وبعد أيام في الدوحة سيكون هناك اجتماع متابعة مبادرة السلام العربية. أرجو أن يخرج موقف عربي وموقف فلسطيني يطلب من نتنياهو رسميا أن يعيد ويكرر عقيدة الرئيس أوباما الجديدة ومبدأ الرئيس أوباما الجديد، وهو أن الحل يقوم على أساس دولتين على حدود 67. بدون أن نسمع ذلك من نتنياهو لا جدوى من الحديث عن السلام. الأمر الآخر، نحن سنستمر في المصالحة في استراتيجيتنا، نحن سنستمر في صمودنا على أرضنا، في بناء المؤسسات التي تتحدث عنها نتنياهو. نعم. والمعيق الوحيد الذي يتحدث عنه هو الاحتلال الذي يعيقنا. وأريد القول هنا أنه عندما تشدق عن المسيحيين والمسلمين، أنه غالبية أبناء الشعب الفلسطيني من المسيحيين والمسلمين بلغوا 30 سنة الآن أو 43 سنة عمرهم، لم يتمكن غالبيتهم من زيارة القدس للصلاة في المسجد الأقصى وفي كنيسة القيامة، وهذه الحقيقة. دكتور، هذا الذي يتشدق عن حرية العبادات. نعم دكتور، ذكرت بأنه بدون أن يقول نتنياهو حدود عام 67 يذكرها بهذا الشكل الواضح، لن تكون هناك فوضات أو سلام، لكن أوباما نفسه عاد وتراجع بالنسبة لهذه النقطة. والله يعني نتنياهو يستطيع صناعة السلام مع الكونغرس، مع مجلس الشيوخ، مع الرئيس أوباما، ولكن في نهاية المطاف يعني المسافة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط 83 كيلومتر، هذه حقائق لن يتغير. هو يدرك أننا كعرب وكفلسطينيين نسعى للسلام ونريد السلام، ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن. سلامنا سيقوم على أساس دولة فلسطينية على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية. سلامنا سيقوم على حل عادل على اساس قرار 194 لقضيه اللاجئين والافراج عن المعتقلين. عفوا دكتور، من الذي يدرك نتنياهو؟ نتنياهو والشعب. وماذا عن اوباما؟ الا يجب ان يدرك اوباما ايضا؟ لا شوفي، اوباما حقيقه قال شيء جديد لم يقوله اي مسؤول امريكي اخر منذ عام 67، دولتين على اساس حدود 67 مع تبادل متفق عليه. طيب الليله نتنياهو نقض كلامه وحرف كلامه. أنا أقول أريد أن أسمع من نتنياهو هذه الأربعة أرقام التي لم يذكرها إلا بالناحية السلبية، أنه لن ينسحب على 67. نريد أن نسمع من نتنياهو أنه يوافق على مبدأ الدولتين على حدود 67 ودون أن توافق الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي على هذا المبدأ. أنا أقول مرة أخرى أنه سيكون مضيعة للوقت حتى الحديث عن عملية سلام مع هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك على توضيح هذا الموقف دكتور صائب وريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. شكرا جزيلا دكتور.